الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، أكراد، عرب، سريان، من كل الملل والنحل، مرحبا. في هالفترة القادمة راح نكون سوا بمجموعة من الفيديوهات غير منتظمة التوقيت، يعني ما في موعد معين، لكن مواضيع هاي الفيديوهات راح تكون سياسية في أغلبها، وأحيانا ثقافية واجتماعية، تحت عنوان فنجان قهوة مع هوشنج. راح أحاول أتناول هاي المواضيع باللغة العربية الفصحى والعامية. المهم في الموضوع أنه أوصل فكرتي ووجهة نظري وموقفي من الأحداث أو مما يجري في المنطقة. فاللي بيحب القهوة يا أهلا وسهلا، اللي ما بيحب القهوة كمان بإمكانه يجيب فنجان شاي أو أي مشروب بيحبه، مش مشكلة. المهم نكون سوا بهاي الفسحة الزمنية اللي أنا اخترت لها هذا الاسم، يعني إنه فنجان قهوة مع هوشنك. الموضوع الأول اللي حابب أحكي فيه هو إنه أنصار حزب العمال الكردستاني، سواء المتواجدين على الأراضي الأوروبية، البلدان الأوروبية، أو الموجودين في سوريا أو في تركيا أو في أي مكان، خطوا خطوة مهمة نحو تحرير كردستان وتحقيق أهدافهم وشعاراتهم في الأمة الديمقراطية والأخت الديمقراطية والأب الديمقراطي والزعيم الديمقراطي والجمهورية الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية. هي الخطوة المهمة الاستراتيجية اللي حققوها. الإنجاز اللي حققوه أنه سكروا صفحتي على الفيسبوك. أنا قدمت اعتراض، ما بعرف إذا إدارة الفيسبوك تقبل بهذا الاعتراض وتشوف انه هاي التبليغات عبارة عن تبليغات كيدية، يعني اساسها وخلفيتها هي الخصوم السياسية ومنع الرأي الحر والكلمة الحرة، الفكرة الحرة، الموقف الحر، يعني كمل الأفواه. طبعا هاي محاولة غبية وحمقاء، يعني والحماقة والغباء يعني أعيتا من يداويهما، يعني بصراحة. فأنا بإمكاني أفتح صفحة ثانية وثالثة. هاي الصفحة اللي سكروها ربما يا إما الرابعة أو الخامس حساب على الفيسبوك بيسكروه. فالصورة اللي انتم شفتوها يعني التبليغ اللي وصلني من الفيسبوك انه صفحتك راح تكون كذا، نتيجة المحتوى. السبب انه انا هوشنغ اوسي اللي بيكتب في الصحافة العربية والكردية وله يعني 23 سنة في حقل الكتابة، بيقدم محتوى لا يحترم معايير الفيسبوك، علما أنه أنصار حزب العمال الكردستاني وأنصار حزب الله وأنصار حركة حماس وأنصار هاي الفصائل الجهادية التكفيرية كلها بيقدموا محتوى يتناسب مع معايير الفيسبوك. المهم أنا ما رح ناقش هذا الموضوع لأنه يعني مش موضوع مهم، بس كمدخل هيك حبيت إنه طريقة التفكير، يعني أنت إذا سديت على الواحد منفذ في منافذ ثانية، يعني راح يحكي فيها في قناتي على اليوتيوب، في الحساب تبعي على التويتر، وفي تبليغات على التويتر كمان على فكرة، ممكن تشوفوا الحساب مغلق. المهم الحساب الموجود على الفيسبوك كان موثق كمان، يعني وتوثيق رسمي كشخصية عامة وكذا وكاتب وكل الأمور والإجراءات اللي تقتضي وتملي بهذا الموضوع. المهم على حاليا
الوضع هيك، يعني أنا قدمت اعتراض وما بعرف إذا بيوافقوا على هذا الاعتراض أم لا. مش مشكلة يعني، إذا سكروا الحساب بفتح واحد تاني. إذا في مشكلة أو بتعتبروها مشكلة، الأصدقاء القدامى الموجودين على صفحتي ما يعتبروا أنه أنا ألغيت الصداقة مع حدا، أو ما يعتبروا إذا نسيت مثلا أبعت طلب صداقة لأحد الأصدقاء أو إحدى الصديقات، ما يتحسسوا من هذا الموضوع ويعرفوا المشكل شو هو يعني. بالنتيجة هذا اللي صار. الموضوع الثاني اللي أنا حابب أحكي فيه هو موضوع دير الزور. يعني وضع قسد في مأزق، مش المأزق العسكري اللي أنا عم بحكي فيه، يعني قد ترجح كفة قسد، ممكن قسد يعني تكسب الجولة وتستمر في سيطرتها على دير الزور، ويستمر حزب العمال الكردستاني في سيطرته على قسد، ويبقى الوضع على ما هو عليه، يعني بشرط أن الراعي الأمريكي، الداعم الأمريكي، إذا استمر الداعم الأمريكي يدعم قسد وبشكل غير مباشر يدعم حزب العمال الكردستاني، فالوضع سيبقى على ما هو عليه. وكل هالهوبرة والشوشرة والنشامة والفزعة والهالنداءات هي كلها راح تكون فشوش وما لها أي طعم يعني. في حال الأمريكيين قرروا أنه لا، مصلحتهم تقتضي أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع بعض التعديلات والتغييرات البسيطة بهذا، يعني بهالخصوص يعني. فإذا تغير الموضوع وقدم حزب العمال الكردستاني بعض التنازلات، وأعتقد سيقدم تنازلات فيها لما بيشوف الوضع حرج. حزب العمال الكردستاني بيقدم تنازلات للآخرين، يعني قدم تنازلات للأتراك، قدم تنازلات كثيرة للنظام السوري على زمن الأسد الأب والأسد الابن، قدم تنازلات للنظام الإيراني وعلى علاقة مع النظام الإيراني. قبل فترة نشرت تصريح لعبد الله أوجلان عندما كان في دمشق، في تصريح لصحيفة الحياة يعني في 17/1 98، بيحكي عن وجود علاقات بين عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني مع النظام العراقي. بعدين نشرت فيديو وثقت فيه هذه العلاقات بالوثائق المتداولة المنشورة. علاقة حزب العمال الكردستاني مع نظام صدام حسين من 96، من سنة 1990، قبل منطقة الحظر الجوي وانتفاضة 91 وكل التفاصيل هي كلياتها. إذا حزب العمال الكردستاني كان على علاقة وطيدة ووشيجة وقوية وحميمة مع النظام في إيران، النظام في سوريا، هذا قولا واحدا حلفاء، ومع بعض العلاقات مع النظام العراقي. وما زالت كانت وما زالت تحوم الشبهات حول أوجلان وحزب العمال الكردستاني بالعلاقة مع الدولة العميقة في تركيا، الدولة العميقة في تركيا. فإذا مدى الإخلاص في هذه العلاقات واضح في تجربة ومسيرة حزب العمال الكردستاني لكل هذه الأنظمة التي قمعت الأكراد. الأخوة العرب اللي ما بيعرفوا هاي التفاصيل، في منهم يعني بيحقدوا على الأكراد، بيكرهوا يعني هذا الموروث البعثي اللي جايهم، يعني بيحسبوا حالهم على خنادق المعارضة، لكن يعني في السيكولوجية، في الوعي وفي الحالة النفسية عندهم بحثيين. ما عندهم مشكلة بالعفونة والحمولة العفنة للفكر البعثي، بقدر ما عندهم مشكلة مع نظام الأسد أو عائلة الأسد أو الطائفة العلوية. يعني التركيبة تبعيتهم تركيبة طائفية على قومية على كذا، في عندهم هل تركيبة معقدة في هذا الخصوص. فموقفهم من الأكراد بشكل عام، يعني أكثر الأكراد ديمقراطية عندهم، يعني واحد كردي
وبويجي وما بعرف شو، يعني واحد من تحت الخيمة بيكون يعني بيرعى غنم، بيجي مثلا يسخر من كردي يعمل نادلا أو يعمل ماسح أحذية في إحدى المقاهي في دمشق وكذا، يعني راعي غنم مثلا في البادية بيجي يحكي عن الأكراد مثلا، يقول والله هذا ماسح أحذية أو عمال مطاعم أو عمال فنادق، من هذا الكلام. طبعا هذا النموذج العنصري الفاشي بين بعض العرب، يوجد يعني ما يوازيه نموذج عنصري وفاشي لدى بعض الأكراد. مشان ما يكون في تعميم بهذا الخصوص، لازم نحكي عن العيوب الموجودة يعني لدى الطرفين، الطرف الكردي والطرف العربي. طبعا الأكراد بيفسروا هذا الموضوع على أنه خيانة للأكراد وتملق للعرب. طبعا أنا كشخص، أنا يستحيل علي أعمل بهذا المنطق التافه انه انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. لا، العربي مش غريب، العربي قد يكون افضل حتى من اخي باخلاقه، بوعيه، باسلوب تعامله مع الاختلاف، بقبوله للاخر. واخي الكردي اللي يعني مش ابن عمي، اخي بيجي بيقمعني وبيضطهدني وبيحاول يسكر حساباتي وبيحاول يتعامل معي بشكل فاشي وبعنصرية. لا، هذا الاخ يعني ما له لازمة، ما له لازمة هذا الاخ، يعني غريب. يعني رب اخ لم تلده امك، يعني هذا معروف في الوسط العربي، رب أخ لم تلده أمك. وبالتالي العربي الأصيل الإنساني الديمقراطي ربما يكون هو أخي وأفضل من أخي، يعني إذا تعامل معي بالحسنى وبانفتاح ديمقراطي وبوعي ديمقراطي وبوعي وطني، يعني ما تمليه الوطني. فأنا ما عندي هالاصطفافات، ما عندي هالقصص. وبالتالي أتعرض لمسألة التخوين، أنه محاباة الأتراك أو محاباة العرب، وكأنه حنفيات النفط والماء مفتوحة عندي وعم باخذ فلوس من الأتراك أو من العرب. هذا كله كذب، كل هالافتراءات هي كلها. أنا أقول رأيي واضح وصريح يعني كعين الشمس. إذا حدا له عندي شيء يجي يناقشني بالحسنى، ما يقول أحقاد على العرب أو أحقاد على بني قومه وبني جلدته وبني ما بعرف شو. أنا ما عندي المسائل، أنا عندي حقد على الاستبداد، أنا عندي كراهية على الاستبداد، على الظلم. إذا كان أبي ظالما فسيعني أهجره وأنتقده ويعني أفضح سلوكه الظالم في التعامل معي. ما عندي العقد هي، يعني عقدة أنه والله خلص انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا، أنا أقف في وجهه عندما يكون ظالما وأنصره عندما يكون مظلوما. أنا ما برضى للغريب، ما برضى للعربي عندما يأتي يتلقى ظلما من الأكراد وما أحكي. لا، إذا ظلم الكردي عربيا سأتكلم وأقف إلى جانب العربي ضد الكردي الظالم بوصفه ظالم، مش يعني قضية وصفه كردي أو لا، بوصفه ظالما. أنا بهيك موقف لا أعادي بني جلدتي، لا أعادي الأكراد كشعب. كمان لما أنتقد النظام السوري أو المعارضة السورية لا أعادي العرب. عندما أنتقد الفصائل التكفيرية الإسلامية والقصص لا أعادي المسلمين والإسلام والقصص هي كلياتها. فأتمنى أن يكون هذا الموضوع واضحا جليا للجميع. ما يجري في دير الزور في تقديري صراع بين مشروعين، يعني المشروع الإيراني اللي فاتح كوريدور بين العراق وسوريا ومن طهران لبغداد لدمشق بريا، الدعم اللوجستي، الفصائل، الكتائب، كل هالقصص هي كلياتها دعما للنظام السوري والوجود الإيراني والاحتلال الإيراني
في سوريا بده دعم. هذا الاحتلال الإيراني في سوريا يدعم حزب الله كمان. فهذا الكوريدور الاستراتيجي بيأثر على الأمن والاستقرار في بلدين، في لبنان وفي سوريا كمان. الأمريكيين على ما يبدو بدهم يحطوا يعني يسدوا المنفذ هذا ويسيطروا على هذا مين على الأرض لأنه قسد مخترقة من النظام السوري ومن النظام الإيراني. أصلا حزب العمال الكردستاني المسيطر على قسد حليف لإيران. فبالضرورة الموجودين على الأرض فاغنر الأمريكيين هن قسد لا يمكن أن تدخل في صدام مباشر مع الفصائل الإيرانية ومع النظام الإيراني مع المصالح الإيرانية، لأنه الإيرانيين ماسكين حزب العمال الكردستاني من خناقه. جميل بايك، كل قيادات حزب العمال الكردستاني تتنقل بأريحية في إيران، ولها علاقات مع أحزاب موالية لإيران في كردستان مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة جوران والتنظيمات اليسارية اللي لها علاقة مع إيران، وبالإضافة إلى الحشد الشعبي والقيس الخزعلي وشو اسمه هذا تبع فيلق بدر هادي العامري والتكوينات الإيرانية اللي تسيطر على المفاصل الأمنية والعسكرية والسياسية في العراق. فمن ضمن التفصيلات حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني على علاقة مع الأمريكيين مع قسد، لكن الإيرانيين أقرب لحزب العمال الكردستاني في هذا كفة الإيرانيين ترجح. إذا ما حزب العمال الكردستاني بده يعمل تفاضل ما بين الأمريكيين والإيرانيين، الأمريكيين بدهم يجروا قسد للتصادم مع الإيرانيين بدهم يسحبوا قسد مشان يعني يحيدوا قسد في هاي المسألة. يبقى مين يعني في الساحة؟ يبقى المكون العربي اللي له وجود داخل قسد يواجه المكون العربي اللي له علاقة مع الإيرانيين، والأمريكيين بيحاولوا يرتبوا الأمور هنيك بمعزل عن النظام السوري ومصالح النظام السوري اللي تتقاطع مع مصالح النظام الإيراني. إذا الصراع بين مشروعين وموقف قسد محرج. قسد يعني إذا دخلت في مواجهة مع الجماعات أو العشائر اللي لها علاقة مع النظام السوري ومع النظام الإيراني، راح تحط في الصفوف الأولى إما أكراد سوريا أو العناصر العربية الموجودة في قسد. ما راح تحط أكراد تركيا. يعني إذا قتيل واحد أو ضحية من أكراد تركيا سقط في المعارك ويعني صار بإيد الطرف الآخر، راح تتكشف أنه هنالك مثل ما هنالك عناصر أجنبية إيرانية، هنالك عناصر أجنبية تركية عبر حزب العمال الكردستاني تسيطر على قسد وموجودة في دير الزور. المعركة هي مش معركة الكرد السوريين. حزب العمال الكردستاني عبر قسد وعبر العلاقة مع الأمريكيين زج الأكراد في هذا الموضوع. فالأخوة العرب ينبغي أن يكونوا حذرين ويقظين وفطنين، يعني أنه ينتبهوا لهذه المسألة، ما يعمموا الموضوع الأكراد والاحتلال الأكراد ويعملوها موضوع عداوة كردية عربية أبدا. يعني ما يحاسبوا الأكراد بهذا الخصوص. قلتها يعني أنا ذكرت هذا الموضوع يعني قلت ذلك في مناسبة أخرى، أنه عندما ارتكب نظام صدام حسين الفظائع والإبادة الجماعية بحق أكراد العراق، ما قلنا أنه العرب، ما حملنا العرب مسؤولية جرائم وفظائع نظام صدام حسين. نفس الموضوع الإبادة السياسية والمشاريع العنصرية اللي اقترفها
نظام حافظ الأسد وبشار الأسد ضد الأكراد. الأكراد في سوريا نخبا وحتى يعني عواما لم يحملوا العرب مسؤولية جرائم حافظ الأسد وبشار الأسد. حتى يعني الانتهاكات اللي صايرة بعفرين والاحتلال التركي لعفرين عبر مرتزقة المعارضة السورية، يعني لم نحمل العرب انه هذا يعني موقف عربي او موقف الشعب العربي او موقف النخب العربية، رغم انه انا بشوف اصوات عنصرية ضمن الاعلام العربي، قنوات التلفزة في الصحافة موجودة. مع ذلك لا نحمل مسؤولية ما يجري للشعب العربي، وبالتالي ينبغي التعامل مع هذا الموضوع بحكمة، أقله التقليل من خطاب الكراهية والعداوة والصراعات المجانية اللي ما لها معنى، وشوي هيك إذا بدهم الأخوة العرب اللي بينتقدوا الأكراد أنه يتحرروا من موروث أوجلان وسلوكيات حزب أوجلان أو دعم هذا، فهن كمان لازم يتحرروا شوي من الموروث البعثي في تعاملهم مع الأكراد. يعني إذا الكردي في الأرجنتين والموزمبيق عندهم مشروع انفصالي، أو إذا الأكراد في أمريكا اللاتينية يأخذوا شوي حقوق، بيعتبروا هذا الموضوع أنه مشروع انفصالي أو كيان انفصالي أو إسرائيل ثانية أو إسرائيل ثالثة أو رابعة. حبيبي يعني أنت روح تعامل، يعني أغلب البلدان العربية انفتحت وتعاملت مع حتى بما فيهم النظام السوري، بما فيهم النظام الإيراني. هنالك قنوات يعني ما بين هذه الأنظمة والإسرائيل، ما تجي تعمل أي مطلب كردي له علاقة بإسرائيل وكيان إسرائيل وإسرائيل الثانية. هذا غباء وجهل وحقد، ويعني يستحق كل هالتوصيفات. وبالتالي هل الوضع راح يكون قصد في مأزق في هذا الخصوص، راح يكون في هنالك تنازلات من حزب العمال الكردستاني لكي يحافظ، يعني هو بده يمكن يصل به الحال إلى أنه بده سلته بدون عنب. طبعا حزب العمال الكردستاني لا، بده سلته بعنب، يعني حتى ولو يكون في شوية عنب. الآن سلته مليانة ويعني طافحة بالعنب، يعني مسيطر على النفط، على الغاز، على كل شيء بتلك المنطقة. بتجي تمويلات من الخليج، من السعودية، من الإمارات. إذا بتلاحظوا حركة الإعلام الموجود مثلا في الإعلام الخليجي، طبعا بيحكوا أنصار حزب العمال الكردستاني أنه الإعلام الممول من قطر ضد الأكراد. هيك بيفسروا الموضوع. أنه طيب الإعلام لما كان حزب العمال الكردستاني ضيوف دائمين على قناة الجزيرة، نسيتوا هذا الموضوع؟ يعني الصديق العزيز أحمد الزاويتي شاهد على المسألة، يعني أفلام وثائقية، حوارات مطولة اللي يعني أنجزها الأستاذ أحمد الزاويتي، الإعلامي والصحفي الكردي العراقي المعروف ومدير قناة كردستان 24. شاهد على تلك الحقبة، حقبة 2004 2005 لغاية 2000 يمكن 9 و10. قناة الجزيرة كانت القطرية الإسلامية الإخوانية، يعني حزب العمال الكردستاني يسرح ويمرح في هاي القناة. وقتها قطر لم تكن إسلامية، يعني ما كانت عربية بهذا الخصوص اللي حاليا بيهاجموا. يعني هالإعلام يعني مش مشكلة، يمكن تسجيل ملاحظات على أداء الإعلام القطري في هذا الخصوص. لكن على الطرف المقابل الإعلام السعودي الآن أعتقد أنه باب رزق كثيرين انسد، يعني لأنه العلاقات مع الأتراك تحسنت، وتحسن العلاقات مع الأتراك راح يقلل من حمولة الانتقادات لتركيا في الإعلام السعودي. وهذا راح يعني ربما يسكر باب رزق كثيرين من الكتاب الأكراد اللي بيطلعوا الإعلام وبيشتموا أردوغان وبيشتموا تركيا وبيشتموا كل شيء ويخبصوا، والأكراد يصفقوا لهم أنه أنت فعلا
صحفي وباحث ومفكر وتنويري وما في عليك. يا سلام عليك يعني. والشتائم اللي طبعا هي كلها شتائم مقبوضة الثمن من الإعلام السعودي يعني. هذا الموضوع راح يقل في تقديري نتيجة الانفتاح والمصالحة التركية السعودية. وبالتالي إذا كان هنالك إعلام مناهض بين قوسين للأكراد، فهنالك إعلام عربي داعم للأكراد. والإعلامين القطري والسعودي بيدعم مصالح بلدانهم، والأكراد هون يعني فرق عملة يعني. والأكراد والعرب يعني مش بس الأكراد البسطاء السذج اللي ممكن ينخدعوا بالخطاب الشعبوي يعني. واحد بيحط لي كاميرا قدام على الطاولة وبيجي بيحكي مثلا على قناة أورينت أو على بيصور حاله وبعدين بينشر شوفوني ما أحلاني أنا كتير قومي ووطني ومناهض يا حبيبي إذا أنت صحفي وبتحترم حالك، يعني ما بترتب الموضوع هيك الترتيب وتخليه هيك عفوي او اضعف الامام. اضعف الايمان انه تخلي واحد ثاني يسجل لك اياها، مش انت تسجل لحالك. مش انت يعني مثل ما واحد بينشر بوست وبيعمل لايك للبوست تبعه او يا شيء سخيف وشيء متهافت يعني. هيك على ما يبدو يعني هذا عن وعي هذا السلوك، لأنه الوسط الشعبوي بده هيك نماذج، بده هيك كتاب ومثقفين وكذا يبيضوا وطنيات ويبيعوا وطنيات وينشروا وطنيات كاذبة وخادعة ومضللة، يعني بتغازل مشاعر الناس. فالأزمة سيصار إلى إيجاد حل. هذا الحل في تقديري سيكون يعني بتنازلات قد تكون مؤلمة وغير مؤلمة أو غير مؤلمة لقسد، ومن داخل قسد لحزب العمال الكردستاني يعني. الأمريكيين كمان لن يذهبوا حتى النهاية مع قسد يعني. أنصار حزب العمال الكردستاني ما يكونوا هيك مرتاحين ومادين اجريهم خلاص الامريكان معانا الى ابد الابدين. لا يا حبيبي، الامريكان مع مصالحهم. فبالتالي الموضوع بهذا القدر يعني يمكنني توصيفه على أنه مش مشكل كردي عربي، عداوة كردية أو رغبة كردية للسيطرة على دير الزور ودرعا ودمشق والمشروع التوسعي الكردي وإسرائيل ثانية وثالثة ورابعة. لا يا حبيبي لا. اللي بيضحك عليك بهالكلام الشعبوي له تضرب بشكلك ما أوقحك يعني. شو هالكلام السخيف اللي جاي تحكي عن الأكراد اللي عايشين معانا منذ مئات السنين؟ على الطرف الآخر الكردي كمان اللي بيجي بيحكي عن القبائل العربية وعن الأمة العربية وعن الشعوب العربية بشكل سخيف ومتهافت على أنه كلهم بعثيين، كلهم دواعش، كلهم عنصريين. أنت كمان يا كردي وقف بوشه كل واحد يعني يضب لغاليغه على الطرفين، على الطرف الكردي والطرف العربي، انه يعني بلاها هالوطنيات وهالسخافات والخطاب المتهافت هذا اللي يعني معروف مصادره وعلى ماذا قبل أيام أو أسابيع كنت في تركيا، كنت في زيارة كردستان تركيا. في بعض الأخوة العرب بيتحسسوا من كلمة كردستان. أنا ما بعرف هاي الحساسية من طبعا هي حساسية بعثية على إسلامية على ما بعرف شو، على لا ناصرية لا أقل شوي يعني. يعني بيتحسسوا من كلمة كردستان. هذا الكلام صار بفلسطين كمان في 2019. إحدى في ندوات اللي أنا كنت فيها على هامش ملتقى الرواية. يعني الموضوع أدبي وثقافي ما له علاقة بالسياسة والتاريخ والقصص هي. فبتقول إنه ما في كردستان، أنتم ليش عم تدافعوا عن كردستان؟ في التاريخ ما في كردستان. أنا ذكرت إنه
أنت شو اختصاصك يا حضرة الأستاذة؟ قالت والله أنا مخلص محضر الماجستير، أو مخلص الماجستير في التاريخ. أنا قلت ممتاز ممتاز، يا سلام، يا سلام، تاريخ. أنت أرياني بكتب التاريخ شيء مارق من قدامك تعبير أو توصيف بلاد الأكراد؟ قالت إيه. أرض الكرد؟ إيه. بلاد الكرد؟ إيه. وقلت لها إذا بتتعبي حالك شوي تاني كمان راح تلاقي كردستان. اسم كردستان موجود في المراجع التاريخية، كتب الرحالة العرب، وارد. يا أختي الفاضلة، كردستان هي المعادل اللغوي الكردي لأرض الأكراد، بلاد الأكراد، أرض الكرد. يعني من بدال المؤرخ العربي أو الرحال العربي يكتب كردستان فكتب بلاد الأكراد. هذا بلاد الأكراد أرض الكرد معناتها كردستان. وصلت الفكرة؟ قالت لا شوفي، مذكور في التاريخ والمراجع العربية والمراجع العثمانية والمراجع الفارسية شو اللي، شو بدك يعني، مذكور كردستان موجودة كمنطقة جغرافية منسوبة لشعب، منسوبة لملة معينة واضحة. وحتى لو لم تكن موجودة، لنفترض جدلا، هذا ما بيعطيك يعني تسلبي حق لشعب تعداده 40 مليون انه ما يكون عنده كيان كردي. مثل ما يعني انا اذا بدي ارجع على المراجع التاريخيه وكذا وكذا، انه ما في شيء دوله اسمها دوله فلسطين. اذا انا بتعامل معك، هذا الكلام قلته للاخت الفلسطينيه، اذا انا تعاملت معك بنفس المنطق هذا، راح انه ما في شيء موجود تاريخيا اسمه فلسطين ككيان كدوله وحتى تطالبوا بحق في الدوله. لا، من حق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولته من البحر إلى النهر اللي بده إياه، إن شاء الله من البحر إلى في المنطقة، الطريقة اللي بيشوف فيها الشعب الفلسطيني هويته الوطنية وحقوقه الوطنية والقومية، أنا معاها قلبا وقالبا، مع دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. قلت هذا الكلام في الندوة. فأنا ما راح أتعامل معك بنفس هذا التعامل، أنه ما في شيء بالتاريخ كردستان لحتى تطالبوا بكردستان. أنا لست مسؤولا عن عدم درايتك، على يعني عدم إلمامك وتحريك التاريخ اللي يفترض أنت تكوني أمينة في هذا الخصوص. فبالتالي موضوع عشان يكون واضح، اللي بيتحسسوا من تسمية كردستان سوريا، كردستان العراق، كردستان إيران، كردستان تركيا، اللي بيتحسسوا من بيعمل لهم هيك حساسية والأدرينالين بيطلع للسقف يعني شوي هدوا أعصابكم. هذا جاي من الموروث البعثي. لو لم يحكم البعث هذه البلاد أكثر من نصف قرن، لما كانت هنالك هذه الحساسية المفرطة تجاه الأكراد، حساسية العدوانية يعني، أو العنصرية تجاه الأكراد وحقوقهم ومطالبهم الوطنية العادلة. أنا كنت في تركيا، في كردستان تركيا، فشفت أنه الناس يعني لا، مش صحيح. يعني حزب العمال الكردستاني لا يمثل الأكراد في تركيا، في البلد المنشأ يعني. فما بالكم أنه هل يمثل الأكراد في سوريا؟ لا يمثل الأكراد في سوريا. أنا عشت مع حزب العمال الكردستاني أكثر من 20 سنة، يعني من 88 دخلوا حزب العمال الكردستان منزلنا، وصرت ناشط ضمن هذا الحزب في مطلع 93 ولغاية 98 يعني شخص متفرغ في النشاط المدني والسياسي والسلمي مش العسكري يعني. بعدين نشطت مع هذا الحزب ضمن إعلام الحزب المقروء، مجلة روجدا وسورغل اللي كان تصدر في سوريا ولبنان.
وبعدين في قناة هون التلفزيونية وهون في بلجيكا، الأوساط العربية بيعرفوني، يعني الأصدقاء والكتاب العرب في المعارضة السورية بيعرفوني أنا لما كنت داعم لهذا الحزب، ولما صرت ناقد وناقم على هذا الحزب. يعني أنا ناقم، يعني لنتيجة مواقفه. يعني 21 سنة بيتم مع هذا، أنا حافظ وباصم هذا الحزب فاهمه. ما يجي واحد لا عربي ولا كردي يعمل لي بروباغندا وبده يحاول يصحح لي فهمي المغلوط حيال حزب العمال الكردستاني. في بعض الأكراد مثل البعثية، إذا بتنتقد حزب البعث بيقولوا أنت تنتقد الأمة العربية والدولة ما بعرف إيه. حبيبي أنا بنتقد حزب البعث، لا أنتقد الأمة العربية من قحطان وعدنان ولغاية الآن، مش هيك يعني. فلما يكون في انتقاد لحزب العمال الكردستاني، عدو قومه. قومي ليس حزب العمال الكردستاني، جزء من هذا القوم من الأكراد بيحبوا عبد الله أوجلان وحزب عبد الله أوجلان على. وأنا في يوم من الأيام كنت من هؤلاء، والحمد لله يعني خرجت من هذه الحظيرة، يعني الأيديولوجية العفنة. فما توسعوا الموضوع وتقولوا والله عدو شعبه والقضايا التخوين السخيفة والمتهافتة يعني. فهل الموضوع يكون واضح وصريح؟ أنا شفت أنه الشعب العربي في تركيا، عفوا الشعب الكردي في تركيا ليس مع حزب العمال الكردستاني. حتى الكتلة الموالية لهذا الحزب بدأت تتوضح لديها الصورة، أنه يعني إنه حزب يعني فايت في الأخطاء والعيوب والمشاكل والمعرقلة للقضية الكردية في تركيا. في تقديري يعني الخلاصة اللي طلعت فيها انه الان حزب العمال الكردستاني عالي على القضية الكردية داخل تركيا، و عالي على القضية الكردية في سوريا، وعالي على القضية الكردية في العراق. الفكرة اللي حابب أوصلها، ويعني ما تفسروها أنه دعم لأردوغان أو دعاية لأردوغان، لا لا، يعني على هذا النحو ما تفسروا الموضوع. يعني سواء العرب اليساريين اللي بيكرهوا الإسلاميين، أو الأكراد الموالين لحزب العمال الكردستاني، أو الأكراد اللي بيمشوا على رصيف حزب العمال الكردستاني، الجماعات الكردية الصغيرة اللي حزب اليسار وحزب الوحدة وحزب الديمقراطي وحزب الشيخ آلي وحزب ما بعرف مين، هذول اللي بيعملوا حالهم مستقلين وهن ضمنا منخرطين في الدعم والتسويق لهذا الحزب بطريقة أو بأخرى. يعني شوفوا، آه النظام التركي الدكتاتوري القمعي الفاشي العنصري، سموا ما شئتوا، سموا الصفات اللي بيقولوها هذول الإعلاميين اللي يعني شاطرين هيك برشق الأوصاف وهيك، في طقم من الكلام بيحكوه في حق النظام التركي، مش مشكلة. فليكن هذا النظام اعترف بوجود الأكراد على زمن تركت أوزال سنة 1990. الأكراد دخلوا للبرلمان السوري، عفوا التركي، 17 برلماني كردي دخلوا البرلمان التركي سنة 1990 91. ليلى زانا وخطيب دجلة. متى جرى اعتقالهم؟ بعد مضي 4 سنوات. في 94 تمت محاكمتهم واعتقالهم وزجوا بالسجون، في منهم هربوا، في منهم تم اعتقالهم. في سنة 90 91 كان في معهد الكردي في اسطنبول. في جريدة مؤيدة لحزب العمال الكردستاني اسمها أزغر جندم، تصدر باللغة التركية، مناهضة لتركيا والنظام التركي، تصدر في اسطنبول. هذا ايمتى؟ هذا في 91. في جريدة كردية تصدر في ديار بكر، مناهضة للنظام التركي، اسمها ولات وآزادية ولات وكذا، في ديار بكر في تلك الفترة. تتسكر بتنفتح، تتسكر بتنفتح الجريدتين، لكن موجودتين في دور نشر
كردية، في حركة طباعة ونشر، رفع القيود على اللغة الكردية، كل هذه التفاصيل قبل مجيء رجب طيب أردوغان. هذا على زمن الحكومات العلمانية اليمينية واليسارية كل القصص. هذا من التسعين ولغاية 2001 2002. من 2002 يعني أردوغان وعد، أخلف بوعده، لكن هل المكاسب الكردية اللي تحققت في فترة التسعينات أطاح بها أردوغان؟ لا. زاد عدد البرلمانيين الأكراد في البرلمان التركي، وصل إلى 80 برلماني في انتخابات 2015 أو 2016. إلى 80 برلماني، صار ائتلاف حكومي مؤقت هيك لفترة زمنية، حكومة أحمد داود أوغلو. من ضمن الحكومة كان في وزراء من حزب الشعوب الديمقراطي اللي هو فرع لحزب العمال الكردستاني. إذا حزب العمال الكردستاني صار بشكل أو بآخر منخرط في الدولة، في السلطة التشريعية، في مسيطر على البلديات. كل هذه المكتسبات متى تحققت؟ على زمن حزب العدالة والتنمية. تعالوا يا أكراد سوريين، شو في عنا؟ نحن يعني جنة حافظ الأسد اللي كان ينعم فيها عبد الله أوجلان 19 سنة، من ال 79 1979 ولغاية 98. شو كان في هاي الجنة غير المساحة المهمة والكبيرة والشاسعة لحزب العمال الكردستاني ولزعيمه؟ ما تقولوا هي مكتسبات وانجازات للشعب الكردي في سوريا، ما في هيك شيء. النظام السوري اعترف بوجود الاكراد في سوريا بعد 2004. الاتراك في التسعين، والنظام السوري في 2004، يعني بحدود 14 15 سنة. تركيا على عيوبها، على زمن العلمانيين والكماليست، كانت متقدمة على نظام حافظ الأسد فيما يتعلق بالموضوع الكردي. في بجامعات تركيا يعني أعتقد جامعة ماردين قسم خاص للكردولوجيا، الأدب الكردي، اللغة الكردية مسموح بها في المدارس والمعاهد الخاصة. في قناة رسمية للدولة، قناة تي ار تي 6، تبث ممولة تعمل دعاية للدولة، تعمل دعاية لحزب العدالة والتنمية باللغة الكردية. باللغة الكردية خلي حافظ الأسد أو بشار أسد يفتح راديو باللغة الكردية ويمدح بشار الأسد، مش مشكلة. مهم هذا الروتين يتكسر. ما في هذا الشيء، ما في هذا الشيء. غسان عبود الفاشي صاحب قناة أورينت فتح قسم للغة العربية، للغة الكردية، يبث الأخبار والبرامج باللغة الكردية، ولم يفعلها بشار الأسد. في هي النقطة أورينت وغسان عبود يتقدم على بشار الأسد بسنوات ضوئية. هي الواحد هي الحقائق لازم يحطها على الطاولة ويحكي فيها. أنا يعني صار لي يمكن 7 8 سنين 9 سنين اللي بيشتغلوا بقناة أورينت بيعرفوني. أنا لا ما بشترك بالبرامج وبحط كاميرا وبصور حالي وبعدين بيجي انشر على السوشيال ميديا ويشوفوني ما أحلاني. أنا أرفض الاشتراك في برامج قناة أورينت. أنا المسرحيات السخيفة والمضحكة والهزلية هي ما بساويها، يعني بيساويها بعض الابوتشيين الجدد اللي بيروحوا على القامشلي بيعملوا محاضرات في مقر المؤتمر الوطني الكردستاني كنكة، ولهم علاقة ببرامج التربية، وبيكتبوا تحقيقات في المجلة، تحقيقات عن بعد، تحقيقات ميدانية عن بعد. يعني أنا هاي القصص ما بساويها. ويعني بعرف يعني مدى التسويق والتطبيل اللي بيساووه هؤلاء في الإعلام العربي لحزب العمال الكردستاني. أنا هاي الأمور تركتها للأسف الشديد. أنا مارست هذا السلوك، لكن الآن أشجب وأدين وأنتقد السلوك اللي أنا مارسته في تلك الفترة. وبالتالي
آه، إذا أتينا وقارنا ما بين وضع الأكراد في تركيا ووضع الأكراد في سوريا، نظام أردوغان على علله وعلى مساوئه وعلى عيوبه وعلى جرائمه وعلى قبائحه أفضل بكثير من نظام حافظ الأسد اللي بيشوفه عبد الله أوجلان صديق الشعب الكردي، وأفضل بكثير من نظام بشار الأسد اللي تحالف معه حزب العمال الكردستاني من 2011 وحتى هاي الفترة. الأكراد في تركيا لا يعلمون النعيم اللي هن عايشين فيه، أنه في مكتسبات يمكن البناء عليها، يمكن التأسيس عليها. ما عنده، ما ببالهم هالموضوع. وبالتالي المقاربة ما بين هالوضعين، يعني كفة أردوغان ترجح، طبعا كفة أردوغان ترجح على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد التنمية، على صعيد حتى الحريات. إنه مسموح تشتم في صحف ممولة من حزب العمال الكردستاني موجودة في تركيا، وخلص احكوا اللي بدكم اياه. يعني في احزاب سياسيه، في مجال، في فضاء سياسي، في مناخ سياسي مفتوح امام الاكراد في تركيا. هناك يمارسون نشاطهم في الحد المقبول. هل المكتسبات قابله للتطور؟ نعم قابله للتطور، بشرط تتوقف بندقيه حزب العمال الكردستاني، انه هاي البندقيه صارت تفسد وتقتل هذه المكتسبات الموجوده في تركيا. هي فرغنا منها. نقطة أخيرة يعني أنهي بها هذا الحديث، أنه يا ليت حزب العمال الكردستاني الديمقراطي اللي بيحكي بحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الفكر وال وال والشاي الديمقراطي والقهوة الديمقراطية والقمح الديمقراطي والإسلام الديمقراطي والمسيحية الديمقراطية واليهودية وكل شيء ديمقراطي. هذا الحزب يا ليته تعامل مع أكراد سوريا مثل ما يتعامل مثل ما يتعامل أردوغان مع أكراد تركيا. نحن ما بدنا شيء من حزب العمال الكردستاني، فليبقى، مش مشكل، فليبقى يمسك بخناق قسد، يمسك بخناق بيدة، يشتغل صالح مسلم ومظلوم عبد الموظفين عند هذا الحزب، مش مشكل. فليبقى. لكن أتمنى من حزب العمال الكردستاني أن يتعامل مع الأحزاب الكردية، ويتعامل مع الوجود الكردي المختلف معه، ويتعامل مع الملف الكردي داخل سوريا مثل ما بيتعامل مع أردوغان مع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا. شوفوا يعني الوضع الصحي لأوجلان، وحدا هيك محايد يروح يشوف سجون حزب العمال الكردستاني في المناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، ويشوف الفرق ما بين سجناء أردوغان وسجناء حزب العمال الكرد. في إضرابات عن الطعام بتصير، ويعني رفض لسلوكيات الحكومة التركية، نعم هذا موجود. لكن وضع صلاح الدين دمرتاش اللي يوميا كان موجود على السوشيال ميديا، ووضع عبد الله أوجلان خير مثال لزعيمين كرديين والسجناء السياسيين الموجودين في تركيا. يا ليت حزب العمال الكردستاني تعامل مع المختلفين معه مثل ما يتعامل رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي الكماليستي الطوراني الما بعرف شو مع المعارضين أو مع حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني موجود في البرلمان التركي، وموجود حتى الآن في البلديات، ويعني المعارضة الكمالية موجودة، وكثير من التكوينات المعارضة للنظام الأردوغاني موجودين. هذا النظام ديمقراطي؟ لا. في مشاكل؟ نعم. في عيوب؟ نعم. في فظائع؟ نعم. في أرهاب دولة؟ نعم. لكن ما أتمنى أن يتعامل حزب العمال الكردستاني معنا، مع الأكراد السوريين ومع المختلفين معه، نفس تعامل أردوغان
مع حزب العمال الكردستاني، مع الأكراد، مع المعارضين داخل تركيا. هذا خير ما أختتم به هذه الجلسة من فنجان قهوة معه الشاكر. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.